ديت، وزي ما ساب سوان ليك اللي هي مرات يسيبها برضه. هو راجل فاشل ما عندوش راجل مفلس، هيعمل ايه؟ احنا معذرينه ربنا يكون في عونه، بس ما يعذبناش معاه. لايف او فيديو يلا مصور فيديو انا كل كده. يا جماعه الراجل دوت خد فلوسنا وخد الفلوس بتاعتنا كاش، اوكي، وما اديناش الشيكات بتاعتنا كمان، وكمان ما سلمناش، اوكي. فاحنا كل اللي عايزين حقنا. وبعدين احنا دخلنا ثقه في الجيش، دخلنا معاه في المشروع ده عشان ثقه في الجيش. احنا عايزين حقنا، احنا مش عايزين ولا قله ادب ولا دوشه ولا اي حاجه، احنا عايزين حقنا بس. وده حق ناس، يعني المفروض الناس كلها دفعت لك فلوسك كامله تديهم حقهم كامله. انتوا بقالكم كام سنه متاخرين؟ 6 سنين. 6 سنين. اخر حد فيكم راح الموقع امتى؟ انا لسه كنت هناك. حلو، يا ريت تقول لنا الوضع كان ايه؟ يا ريت تقول لنا الوضع. ايوه قول لنا الوضع كان ايه؟ ايوه مفيش اي حد هناك، مفيش شغل ومفيش عماله، وتقريبا يعني مهندس نايم في المكتب، ولو حد يقوم معاك يعني قايم على مضض، انت مش محتاجه، وانت شايف ان الوضع ثابت زي ما كان ثابت السنه اللي فاتت، نفس الوضع ولا اي حاجه اتحركت. طب حضرتك زون واحد لسه لغايه نفس النهارده الوضع نفس الوضع. في على فرقتين. مش اي حاجه اتغيرت. منورين الخطوط، بينوروا الساعه 7 المغرب، هم لكن في شغل مفيش قدم علينا وزقنا وطلعوا مش هنطلع تاني. كان البوليس، يعني انا اول حد استقبلني كان البوليس، ده اول حاجه، وبلغ بالتليفون والاربعه فوق والاسواق لسه معطله عشان احنا طلعنا على السلم. مش مهم، مش مهم كل ده دي حاجه فرعيه، لكن يستقبلني البوليس اول حاجه الاقيها البوليس. يا فندم دي مش اول مره يا فندم. ما انا احنا جايين كان في بوليس عملوا لنا محضر كده انا دلوقتي انا راجل 17 سنه شقه، بايع ذهبي، ورثي، حالي ومالي كله راح عشان اخد الشاليه ده. عشان انا راجل مش كبير، راجل شاب صغير، كل اللي قدامي واللي ورايا حطيته في الشاليه ده. يعني انا دلوقتي لو اتنصب عليا انا كده على الابيض، مفيش اي حاجه، اتنصب عليا خلاص الدنيا كلها راحت معايا. انا دلوقتي عايز اشكي لحد، مين مسؤول في البلد ده يجيب لنا حقنا؟ احنا دلوقتي بندور على حد نشتكي له، احنا مش عايزين نعمل هيئه مشروعات القوات المسلحه لان هي شريك. لا يا فندم، لا ازاي؟ لا ازاي؟ لازم هم اصحاب الارض واحنا اشترينا ثقه فيهم، هم مش في اي حاجه. اشترينا ثقة في جهاز القوات المسلحة عشان شريك وهو اداله الارض. دلوقتي احنا ما استلمناش شاليهاتنا وما خدناش اي حاجة، وبنطالب اي حد يساعدنا، اي حد مسؤول في البلد، جهاز القوات المسلحة، رئاسة الجمهورية، اي حد، ورئاسة الوزراء، من فضلكم تابعوا مشكلتنا دي، وعايزين حل ضروري حد يتدخل فيها.